السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم دكتور عبد الوهاب رأفت، أستاذ جراحة الأورام، المعهد القومي للأورام جامعة القاهرة. إن شاء الله هنبتدي معاكم بسلسلة فيديوهات 100 سؤال وإجابة إن شاء الله تعالى بناء على استفسارات حضراتكم. الورم بشكل عام هو عبارة عن كتلة أو كلكيعة موجودة في أي حتة في الجسم تنتج نتيجة انقسام خلايا بصورة غير طبيعية. فضل ربنا سبحانه وتعالى علينا ان مش كل الاورام خبيثه، في انواع كثيره من الاورام اسمها الاورام الحميده. الاورام الحميده ديت لا تنتشر، اورام موضعيه زي الكيس الدهني. الكيس الدهني اللي احنا عندنا كلنا، مفيش حد اللي فينا ما عندوش كيس دهني. الكيس الدهني ده اسمه العلمي لايبوما، يعني ورم دهني حميد. لكن الكيس الدهني ده لو زاد زياده غير طبيعيه في الحجم، او لو كان عليه بعض العلامات الاكلينيكيه الاخرى، بيقلب حاجه اسمها ورم دهني خبيث اللي هو اللايبوساركوما. الاورام الحميده زي ما قلت لحضراتكم هي عباره عن اورام موضعيه، اما الاورام الخبيثه هي عباره عن اورام تنتشر عن طريق القنوات الليمفاويه الى الغدد الليمفاويه، او عن طريق الدم الى اعضاء اخرى بعيده عن العضو المصاب. الفرق بين الورم الحميد والورم الخبيث بيعتمد على التشخيص الإكلينيكي. لازم نكشف عند الدكتور، والدكتور هو اللي يقول لنا إذا كان في قلق ولا مفيش قلق. يلي بعض الأشعة التشخيصية اللي ممكن نحتاجها بناء على وضع الورم ومكان الورم. وآخر حاجة بنلجأ ليها هي العينة اللي بتتاخد من الورم. تشخيص الأورام بشكل عام بيبقى عبارة عن مثلث، كل ضلع فيه مكمل للضلع الآخر. الضلع الأولاني هو التشخيص الإكلينيكي، الضلع الثاني هو الأشعة التشخيصية، الضلع الثالث هو العينة. فلو العينة قالت إن ده مش ورم خبيث أو ده مش ورم، وفي نفس الوقت إكلينيكيا أو بالأشعة عندنا شك إن في أورام، لا ده يحتم علينا إن إحنا ممكن نعيد العينة مرة تانية. يعني ما ينفعش أقول للمريض وأنا مشتبه إن عنده ورم روح بمجرد إن هو العينة بس سلبية، لأن ببساطة جدا العينة دي ممكن تكون متاخدة من مكان غير مكان الورم، وبالتالي العينة تطلع سلبية. العينات ممكن تتاخد بإبرة زي إبرة السرنجة العادية اللي موجودة في الصيدليات، ودي بنسميها الفاين نيدل. وممكن تتاخد بإبرة ذات سمك كبير شوية بنسميها تروكات. وممكن تتاخد عينة جزء من الورم بنسميها انسيجنال بايوبسي. وممكن تتاخد العينة باستئصال كامل للورم وساعتها بنسميها اكسجينال بايوبسي. الحقيقة المعلومة دي خاطئة بنسبة 100%، لأن العينات لا تنشر الأورام، وإلا ما كناش عالجنا الأورام. ولكن في بعض الأورام لا يستحب أخذ العينة فيها، زي أورام المبايض، أورام الخصيتين، وأورام الكلى. معلومة إن السكر ينشر الأورام دي معلومة خاطئة بنسبة 100%. السكر ليه عيوب كثيرة صحيا، ولكن السكر لا ينشر الأورام، السكر لا يساعد على انتشار الأورام.